أكد أن الرئيس اليمني لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى بصنعاء على أيدي فريق طبي سعودي. كثير من الأنباء حول علاج الرئيس اليمني، الصورة ليست واضحة بشكل كامل حتى الآن. معنا عبد الحميد سلطان من تعز. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير يا سيدي الكريم. وعليك السلام سيد عبد الحميد. أخي الكريم، نتمنى لمن أصيبوا الشفاء، وإذا كان هنالك توفى الرئيس لم يتوفى، هو لم يعد أيضا رئيسا لليمن منذ أن سفك دماء اليمنيين، منذ أن اجتاحت دباباته وطائراته قصفت المواطنين. لن يصبح رئيسا لنا، كان حيا كان ميتا. إن كان حيا بإذن الله نتمنى أن يقام له محاكمة عادلة، وإن كان توفى نسأل الله أن يرحم الجميع. أنا هنا سؤالي، أنا أناشد إخواني في المحافظة عبر قناتكم محافظة تعز الذي أنا فيها أن يحافظوا على الممتلكات العامة. هنالك جيشا من البلاطجة قطاع الطرق الذي بثهم قيران المجرم مدير الأمن وعصابته، وأيضا رئيس الحرس الجمهوري لنهب المدينة. نحن نناشد إخواننا الحفاظ على البنك المركزي، على الكهرباء، على المياه. لقد نهبوا دائرة أمن القاهرة، ونهبوا الجمعية الإصلاح الخيرية، ونهبوا كثير من المحلات، لكن الشباب انتشروا بشكل سريع. ولكن نتمنى أن يشدوا أزرهم أكثر، أن يحافظوا على ممتلكات الشعب أكثر. نحن لم نعترف بهذا الرئيس كان هو أو غيره إلا بعد أن تشكل حكومة جديدة انتقالية. نناشد أيضا في محافظة تعز أن يعلنوا محافظ للمحافظة حتى إشعار آخر، مدير أمن للمحافظة، الحرس الجمهوري اللي ما زال يقامر هذم بعض الضباط المتمردين يسلموا أنفسهم أو ينسحبوا إلى معسكرهم، يقصفوا المدينة بأسلحة ثقيلة قذرة. هذه المدينة الذي حملتهم سنوات يقصفوها بأبشع الأسلحة، يقتلوا أطفالنا. أي حقد كراهية هذه يحملونها. لقد عاملون بطائفية، هذا مجموعة يتعاملوا بالطائفية. نحن نرفضهم، نقول لهم نحن مدنيين مسالمين، عيب عليكم ما ترتكبوه من جرائم بحق شعبنا. نناشد أيضا أعضاء مجلس النواب في محافظة تعز أن يعلنوا محافظ بدل للمحافظة. هناك فراغ أمني رهيب، هنالك بلاطجة يجتاحوا المدينة. نحن نناشد الجميع أن يعينوا محافظ. أما من ناحية الرئيس لا يهمنا، كان حيا كان ميتا لا نعترف به. نحن نقول للذي ما زالوا من حوله، نحن حذرناهم من بداية الثورة، دماء اليمنيين غالية، دماء اليمنيين حرام تسفكوها. نادينا عبد العزيز عبد الغني، قلنا له استقيل يا رجل ليشهد لك الناس أمام الله سبحانه وتعالى إنك في آخر أيامك يحسب لك هذه، لكن أبى ورفض واستمر على كبريته. العليمي عندما نزل تعز حذرنا، قلنا له يا عليمي أنت ترتكب مذابح بحق شعبنا. هذا وكيل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية مسؤول عن الأمن، كان مسؤول عن أكثر من جرائم. نحن نحمله المسؤولية. نحن نناشد العالم أن ينظر لقضيتنا كقضية إنسانية. نحن لدينا حرب أهلية وليس لدينا شيء آخر. هنالك مدنيين يتعرضون إلى مذبحة. نحن نناشد العالم أن ينظروا إلينا بعين مجردة خارجة عن الحسابات السياسية والاقتصادية. نحن بشر من هذه الكرة الأرضية. يا سيدي أرجو أن تسمح لي بثواني بس. أناشد للمرة الثانية بتشكيل مجلس إداري لإدارة المحافظة. نحن نعاني من فراغ أمني. المؤسسات الحكومية هذه بنيت على ظهورنا نحن من كهرباء ومياه. شكرا جزيلا. شكرا عبد الحميد سلطان من تعز. الاتصال القادم معنا علي صالح من السعودية. السلام عليكم. وعليك السلام. كيف الحال يا سيدي؟ أهلا بك سيد علي. أولا بس احنا يعني أنا أطالب أبناء محافظة تعز بأن يحموا